السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي في كل مكان، محترمين ومحترمات اليوتيوب، اتمنى لكم الصحة والسعادة دايما كده يا رب ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك، ما عجبكوش حطوا لي ديسلايك. اختلافنا في الرأي لا يفسد للود قضية. احداث جديدة من احداث اليوتيوب. بس قبل ما هنبتدي مع بعض الكلام هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى يا جماعة ايه السبب اللي خلى الخالة حلمية ما راحتش الفرح بتاع ابن اختها؟ مش دي كانت كانت هتبقى فرصة حلوة وفرصة جميلة كان يتم فيها صلح الاخوات؟ ما هو المفروض لما يبقى فيه خصام ما بين اي اخوات في الدنيا، ايا كان مين هما الاخوات دول، مجرد لما هيكون في فرح او في اي مناسبة عند اي حد من التانية فيهم، مش شرط ان انا لازم اعزمك عشان خاطر تيجي وان يتم التراضي ويتم التصالح وخلاص وعفى الله عما سلف. وصلة الرحم برضه انا بناشد صلة الرحم هنا للناس. دلوقتي يعتبر معظم دلوقتي الاخوات دلوقتي اللي على السوشيال ميديا دلوقتي موجودين، يعتبر شبه انهم مقاطعين بعضيهم. فين صلة الرحم هنا؟ تيجي تدوري على صلة الرحم، كل واحد فيهم بيبقى طالع بيدور انت اللي غلطت فيا، لا انت السبب، لا انت اللي عملتي، انت اللي سويتي. وكل واحد فيهم بيبقى عنده متابعين، ومتابعين طبعا بيقاسوه من ناحيتي، ومتابعين دول بيقاسوه من ناحيتي. المهم، عايزه اطلع اتكلم معاكم في الاول كده على الفرح بتاع ابن زاهيه داود. الفرح كان جميل جدا، القاعه كانت جميله. الست زاهيه كان فستانها شيك جدا جدا، ولاول مره ناس كانوا يشوفوها بميك اب. كانت بصراحه جميله جدا جدا. الفرح كان حلو، ما فيهوش اي خالص خطا. الفرح بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يفرحها باولادها. لكن اكيد كانت منتظره. الخطا الوحيد اللي ممكن يكون كان في الفرح ان اختها الخاله حلميه ان هي ما جاتش الفرح وراحت تراضي اختها وتفرح اختها. تعليقات كتيرة قوي جميلة قوي، وكومنتات جميلة قوي قوي ايجابية للخالة زاهية في الفرح، وناس فرحانة وناس كانت بتدعي لها وبتدعي لابنها وربنا يتمم بخير. عجبني جدا 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 وقفة اختها الكبيرة معاها، كانت بصراحة يعني كانت واقفة جنبها، والكلام اللي قالته كان كلام حلو جدا. المهم ان الفرح كان جميل، الفرح ما فيهوش اي حاجة، برغم ان في ناس يمكن تكون طلعت او قالت ان فستان العروسة مش حلو، مش عارف القصه بتاعت العروسه التسريحه والكلام ده كله برده مش حلو. بس كل ده يا جماعه كل ده بتبقى مجرد اذواق. المهم دلوقتي طالعه برده عشان نتكلم في الحاجه المفيده. يا ترى ليه الخاله حلميه ما راحتش الفرح بتاع اختها، برغم ان هي نزلت فيديو عندها من القناه ان هي راحت تنقي فستان او تنقي حاجه كده سواريه عشان خاطر ان في مفاجاه حلوه قوي بتحضر لها. طبعا ناس كتيره قوي قالت ان هي ممكن تروح الفرح وتفاجئ اختها وتصالح اختها. ناس كتيره قوي قالت لا، مستحيل هتروح الفرح ومستحيل ان هي هتصالح اختها وتراضي اختها. المهم الفرح تم. الخاله طبعا حلميه ما راحتش الفرح. خاله حلميه بتحضر لمفاجاه. ايه هي المفاجاه؟ الله اعلم ايه هي، لكن ممكن نقول توقعاتنا في المفاجاه ديت ان في داعمه عامله لها زي حفله، عامله لها بارتي، عامله لها حاجه. لكن الموضوع هنا واللغز هنا، السر في الوقت ده تحديدا الداعمة اللي طلبت منها ان هي تروح وتلبس وتروح كوافير وتجيب حاجة جديدة، حاجة سواريه وفي مفاجأة وفي حفلة والكلام ده كله. طبعا اكيد استفزاز لاختها زاهية. يعني لو بصينا هنلاقي ان الموضوع ده كله وراء الداعمة اللي طلبت منها القصة دي كلها. في مفاجأة انا عاملاها لك، في مفاجأة انا محضراها لك، روحي نقي لك لبس حلو، روحي مش عارف، روحي كوافير، روحي اعملي، روحي سوي الكلام ده كله. لكن في بعض الاخطاء عند الخالة زاهية، الخالة حلمية، سوري يا جماعة، الخالة حلمية هي الاخطاء. طبعا الخالة حلمية دلوقتي ابتدت تتعرض لهجوم شرس كتير قوي من بعض المتابعين حتى اللي بيتابعوها. ايه هو؟ ان الناس ابتدت تحس بملل شوية من طريقتها، من اسلوبها. الناس كانت متعودة على الست الفلاحة المصرية الاصيلة اللي بجد عارفة اصول الفلاحة وعارفة اصول وعادات وتقاليد الناس الفلاحين. دلوقتي الخالة حلمية حابة ان هي تخرج من المود بتاعها. انا بصراحة الفيديو اللي انا شفته بتاع اللي هو اللي اتخرجت دوت وابنها كان معاها وبيصورها وراحت تلبس وتقلع، اولا لبسها وانها تلبس وتقلع قدام الكاميرا ده اكبر غلط ان هي تعمل حاجة زي كده. انا مش عارفة انت ازاي عملتي حاجة زي كده. المفروض انك انت ست فلاحة، ست اصيلة، ست مصرية، ما ينفعش ان احنا نقلع ونلبس كده قدام الكاميرات.
في بروفا بتبقى موجودة في المحلات، بدخل البروفا ديت بقيس الحاجة اللي بقيسها وبطلع قدام حتى الكاميرا عشان افرج المتابعين. انما شغل ان انا اقلع كده وارجع البس حاجة تاني وايه رأيكم يا متابعين ومش ايه رأيكم يا متابعين، كل دوت كان خطأ، ما كانش ينفع يطلع منك، لا من سنك ولا من المكان اللي انت مثلا قاعده فيه ولا متربيه فيه او الكلام ده كله. زي ما الناس اتعودت عليكي، عايزه تشوفك دايما الست الفلاحه اللي بتقدم لهم محتوى اصيل عريق مصري. الناس دايما متابعينك كانوا متعودين على كده. الناس ابتدوا يشوفوا في تغييرات لدرجه ان هي ابتدت تتعرض لتعليقات سلبيه كتيره قوي. المهم يا جماعه، الداعمه ديت هي اللي السبب في عدم مروح الخالة حلمية الفرح، وهي برضو السبب في ان هي طلبت منها الفيديو ده تحديدا في الوقت دوت عشان استفزاز لاختها حلمية. يعني عايزة اتكلم وعايزة اقول ان الخالة حلمية عملت حساب كبير قوي 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 للمتابعين، وعملت حساب كبير قوي قوي للداعمة، ونسيت تعمل حساب لرب العباد ان هي كان ممكن كانت تبقى فرصة ان هي تروح الفرح وتفرح اختها، تفرح ابن اختها اللي هي بتقول ان هي اللي مربياه وان هو ابنها ومتربي مع ابنها. يعني بصراحة عايزة اقول كلمتين للخالة حلمية. عايزة اقول انك انت المفروض بدل ما كنت عايزة انك انت يعني تعملي حاجة كويسة قدام المتابعين، وكانت ممكن متابعين كتيرة قوي كان ممكن يشيروا لك حاجة زي كده ويفرحوا بحاجة زي كده انك انت عملتي انك انت تروحي الفرح وتحضري الفرح وخلاص وعفى الله عما سلف، ومناسبة ان انتوا تتراضوا وان انتوا تتصالحوا. لا، ده انت طينتيها زي ما بيتقال، جت كحالة راحت عمتها زي ما بيتقال. عايزة بقى اوجه رسالة للداعمة اللي طلبت من الخالة حلمية موضوع اللي هو الفستان وروحي كوافير ومحضره لك مفاجاه والكلام ده كله. ما كانش وقته ابدا انك تطلبي منها طلب زي كده في يومين زي دول بالذات، يومين حنه، يومين فرح، يومين الكلام ده كله. خليتي الناس تضرب اخماس في ازاز، ولكن في ناس كانت متابعين اذكياء جدا وقالوا ان هي مش هتروح تحضر الفرح، برغم ان في ناس في التعليقات برضو بتقول ان ما كانش ينفع ان هي هتروح الفرح ازاي وهي اختها ما عزمتهاش. يا جماعه، في الفرح الاخوات ما بيبقوش محتاجين عزومه، في الفرح الاخوات بيبقوا ظهر وسند لبعض، بيبقوا واقفين جنب بعض. ليه بقى؟ لاستقبالهم للمعازيم، لاستقبالهم للضيوف، لاستقبالهم للناس، للاحداث اللي بتحصل في الفرح. لا قدر الله بيبقى في اي مشاكل في اي حاجه، الاخوات هم اللي بيجروا مع بعضيهم وبيسعفوا بعضيهم في حاجه زي كده. فلو كانت الخاله حلميه كانت راحت الفرح، كانت الدنيا كانت هتختلف اختلاف كبير قوي. المفاجاه بقى اللي الخاله حلميه دلوقتي بتحضرها، او المفاجاه دلوقتي اللي هي عملت فيديو عليها وانتظروني والداعمه وعماله تدعي للداعمه ومش الداعمه والكلام ده كله، ايا كان حتى المفاجاه اللي الداعمه محضرها لك ما كانش هتبقى احلى من مفاجاه ان انت تروحي فرح ابن اختك. ان شاء الله احنا عايزه اقول برضو يا جماعه ان احنا برضو مش هنقول ان غير ان احنا نتمنى لهم ان هم يتراضوا مع بعض ويتصالحوا مع بعض، ايا كان في الاول وفي الاخر دول اخوات زيهم زي اي اخوات تاني برضو على السوشيال ميديا. بيبقى في بينهم من بعض خلافات، بيبقى في بينهم من بعض مشاكل، بينسوا الفضل لبعضهم، بينسوا الخير ما بينهم وبين بعضهم، لكن في الاول وفي الاخر هم اخوات والداخل ما بينهم بيبقى خارج. بصراحة الفيديو مش حابة اطول عليكم اكتر من كده، الفيديو منتظرين بقية سلسلة الفيديوهات اللي هتنزل بيها الخالة زاهية او الاستاذة زاهية من قناتها على فرح ابنها. انا شايفة ان في حب كبير قوي ومتابعين كتير قوي بيحبوا الخالة زاهية كمان بكتير عن الخالة حلمية. ناس كتير قوي بتنتقدها، بتقولي ان دلوقتي بقى في سلبيات كتير قوي عندها في قناتها، بقت طريقتها، بقت اسلوبها، بقت حتى الاحداث اللي هي اللي بتنزلها الفيديوهات الكلام ده كله. الناس دلوقتي ابتدت ان هي تحس بملل شويه من عندها لدرجه ان هم ابتدوا ان هم ينتقدوها. ايه اللي جاي، ايه اللي هيتم، ايه اللي هيحصل، هنشوف مع بعض الفتره اللي جايه. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تحطوا لي اللايك، ما عجبكوش حطوا لي الديسلايك. اختلافنا في الراي لا يفسد للود قضيه. انا اول مره في قناتي بطلع اتكلم على الخاله حلميه والاستاذه زاهيه. عايزه اقول برضو بصراحه في فرق كبير قوي حتى في الاسلوب وطريقه التعامل، حتى في الكلام قدام الكاميرا ما بين ديت وما بين دي. يعني الخاله حلميه ليها طريقه واسلوب، والخاله والاستاذه برضو زاهيه ليها طريقه واسلوب في اللبس، في الكلام، في كل حاجه، حتى كل واحده فيهم ليهم اسلوب.
ان شاء الله انتظروني باذن الله في فيديوهات جايه كتير. عجبكم فيديو حطوا لي لايك، ما عجبكوش الديسلايك. اختلفنا في الراي لا يفسد للود قضيه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.